السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة يا مودو. الرجاء البيضاوي يتأهل إلى تم نهائي كأس العرش بعد الفوز على أولمبيك آسفي. تمكن نادي الرجاء البيضاوي من الانتصار على حساب نادي أولمبيك آسفي بهدفين دون رد يوم السبت على أرضية الملعب البلدي ببرشيد ضمن فعاليات مسابقة كأس العرش. كما شهد الشوط الأول اندفاعا للنادي الأخضر، حيث سعى إلى التسجيل عبر بناء الهجمات، الأمر الذي أتاح له مجموعة من الفرص في ظل ثبات دفاع القرش المسفيوي، هذا الأخير الذي اعتمد على الهجمات المرتدة والخاطفة ومحاولة ضرب الرجاء في العمق. لكن البياض كان سيد الموقف طيلة الشوط الأول. واصل النادي الأخضر الرجاء البيضاوي خلال بداية الشوط الثاني ضغطه على دفاع أولمبيك آسفي في الوقت الذي تحصل فيه الضيوف على ضربة جزاء لم يستطع تحويلها إلى هدف، ليتمكن بعد ذلك الرجاء من افتتاح التسجيل في الدقيقة 72 بهدف عكسي. ولم يكتفي النسور الخضر بهدف واحد، بل واصلوا الضغط على النادي المسفيوي في الثلث الأخير من الملعب، حيث أتيحت له مجموعة من الحلول لتحويلها إلى أهداف، لكن ظلت الشباك فارغة لتتمكن بعد ذلك كتيبة الألماني جوزيف زيمباور من إضافة الهدف الثاني بالوقت الميت من المباراة، وتم تثبيته بتقنية الفيديو المساعدة للحكم فار، لينتهي اللقاء بتأهل الرجاء إلى طور الثمن من منافسات كأس العرش. ويواصل الفريق الرجاء البيضاوي مسيرة الكأس الفضية إلى جانب مطارده النادي الجيش الملكي على صدارة البطولة الاحترافية، مدافعا على حظوظه لحصد لقب عند نهاية الموسم. كما عرفت المباراة تألق الحارس آنس زنيتي الذي صراحة تألق بشكل لافت، وأصبح يدق ألوان المنتخب المغربي بقوة.